مش عايز اروح الشغل ليه؟ مش فارقة، ما عنديش طموح، ولو رحت هيحصل ايه؟ انا بشتغل ليه اصلا؟ انا بشتغل ليه اصلا؟ وعشان كده هنلاقي كمان ان هو ممكن يظهر بعض الاعراض، زي انه الشخص يبقى عنايته بنفسه وبنظافته الشخصية قليلة. الاكتئاب مرض كلفته عالية، مش بس لان تكلفة علاجه مرتفعة، لا، ده كمان عشان هو عامل شبه مرض الكانسر، كل يوم بياكل فيك لحد ما في لحظة هتلاقي نفسك خسرت كل حاجة، أهلك، علاقتك بصحابك، شغلك، وممكن تفكر إن أنت تنهي حياتك وتتخلص منها. فعايزين نعرف يا دكتور أحمد إيه الفرق بين الاكتئاب المرضي أما أنا أقول إن أنا حاسس إن أنا مكتئب، اللي هي بنقولها العادي دي. في مشاعر طبيعية جدا عندنا كبشر بنحس بيها، والحزن أو لما في وقت بنستخدم كلمة اكتئاب اللي هي نقصد بيها الحزن، ده شعور طبيعي جدا ممكن يحصل في أي وقت، نكون في سمعنا خبر مش كويس، نكون في مرينا بظروف ضغط علينا شوية، عندنا بعض الصعوبات اللي بتحصل في حياتنا، فمن الطبيعي إن أنا أحس بالحزن. ولكن الاكتئاب كمرض الاكتئاب ده بقى ليه زي معايير وليه زي أعراض لازم إن هي تكون موجودة، وكمان في فترة زمنية معينة عشان نقدر نقول إن ده عنده تشخيص بمرض الاكتئاب. فالفرق كبير جدا. الحزن ممكن بيبقى باين وواضح إنه ليه مسبب، وهو زي ما قلنا خبر مش كويس، بمر بصعوبات وهكذا. ولكن الاكتئاب في أوقات كتير ممكن ما يبقاش فيه أي سبب، ممكن ما يبقاش أنا عندي حاجة حصلت فحسيت بالاكتئاب، ولكن أنا باستمرارية لمدة لا تقل عن أسبوعين أنا حاسس بالاكتئاب. يعني ممكن شخص يكون كل حاجة ماشية في حياته حلوة جدا، ما تعرضش لأي صدمة أي حاجة، ويحس بديبريشن. طبعا، بس هستخدم كلمة إن هو يحس إن هو مكتئب هنا، حتى لو هو ما عندوش أي حاجة في حياته شايفين من بره إن هي تبقى مسببة للحزن. عشان كده في أوقات كتيرة قوي بنطلب من الناس ومن الأهل إنه ما تحكمش لما حد يجي يقول إن هو أنا حاسس إن أنا مش كويس، أنا حاسس إن الدنيا مش لطيفة معايا، أنا حاسس إن أنا حزين. نسمع منه من قبل ما نحكم، وانت اللي عندك ده يجي ايه بالنسبة لناس تانية؟ ده انت ما فيش حاجة ناقصاك، ده انت عندك مش عارف فلوس، عربية، او ده انت ناجح، عندك أو كل أو حاجة. أو عندك كل حاجة. وده للأسف اللي بيحصل في أغلب المجتمع، ان هو بنلاقي انه عشان يبقى في حد عنده مرض الاكتئاب واحنا كمجتمع نقبله، بنبقى لازم ان احنا نبقى شايفين اسبابه. اصله اتوفى له حد قريب، اصله بيمر بفترة كذا. طب ماذا لو احنا ما نعرفش؟ يقولك يا عم ده بيتدلع، ده ما عندوش حاجة. بالظبط. مش معنى ان انا مش شايف ان هو عنده حاجة، وبالفعل هو ممكن ما يبقاش عنده ولا ظروف اجتماعية صعبة، ولا يكون عنده مشاكل حصلت في حياته، بس يكون عنده مرض الاكتئاب. وده اللي هيدخلنا في أسباب بقى مرض الاكتئاب، اللي هي ممكن تبقى حاجات كتيرة قوي، ولكن مش شرط انه يبقى الشخص فعلا حصل حاجة فسببت له انه بقى عنده مرض اكتئاب. طيب هل العامل الوراثي بيلعب دور في الموضوع ده؟ بيلعب دور. بتزداد احتمالية إصابة الأبناء لما بيكون حد من أبائهم عنده اكتئاب، أو كمان لما بيكون حد من العيلة، يعني مثلا زي عمة أو خال أو خالة. ولكن أنا هحب أكتر إن احنا ناخد الاكتئاب كمنظور شامل، إن هو بيبقى ليه أسباب مختلفة. بمعنى إن الاكتئاب بنسميه دلوقتي بقى الموديول والطريقة الأمثل الحديثة في الطب النفسي اللي بنستخدمها، إن احنا بنقول إن ده حاجة اسمها مالتي فاكتوريال، يعني متعددة الأسباب. وبنستخدم كمان مصطلح اسمه بايو سايكوسوشيال، وده بيولوجيكال يعني سبب بيولوجي. السبب التاني السايكولوجيكال، يعني ليه علاقة بطريقة التفكير وطريقة التعامل مع المشاعر. سوشيال اللي هي بقى الظروف الاجتماعية والصعوبات اللي ممكن تحصل، فبنستخدم مصطلح بايو سايكوسوشيال. يعني ممكن أي عامل من العوامل دي لوحده يسبب الاكتئاب، ولا لازم كلهم يبقوا مجتمعين؟ ما بنقدرش كتير نقول إن احنا قدامنا سبب الاكتئاب اهو،
ما زلنا ما بنقدرش، العلم ما توصلش ان انا اقدر اقول سبب الاكتئاب اهو، بس دايما بنبقى محتاجين ان احنا ندور على اسباب الاكتئاب اللي ممكن تكون واحدة من الثلاثة دول. الجينات ممكن تبقى واحدة منهم، ولكن برضو ما اقدرش اقول ان كل حد بابا او مامته او عمه او عمته عندهم اكتئاب فده يبقى طالما جاله اكتئاب يبقى جاله بسبب الجين. هيزيد من احتمالية انه يبقى عنده مرض الاكتئاب، يزيد من احتمالية، يعني هو معرض اكتر، ولكن ما نقدرش نقول ان سبب ان جاله اكتئاب انه هو على طول عشان بابا او مامته او كذا. طيب الاكتئاب بيبقى نقص في كيمياء المخ، يعني دي حاجة بتعرفوها ازاي؟ ان مفيش تحاليل تقدر تثبت ده. طيب ده حقيقة. في 1930 في الثلاثينات بالظبط في بعض العلماء بدأوا يدوروا يشوفوا طب ايه اسباب الاكتئاب، وان هم يعملوا مقياس لبعض الكيمياء اللي موجودة في المخ، وهي فيما يسمى بناقلات عصبية. ناقلات عصبية دي يعني بعض المواد اللي موجودة جوه المخ وبتنقل زي إشارات معينة ما بين مراكز مختلفة في المخ. في 3 من الناقلات العصبية اللي وصل العلماء ليهم إن هم حاجة اسمها الدوبامين، وحاجة اسمها السيروتونين، وحاجة اسمها نور إبنفرين. ال3 دول النظريات اللي طلعت إنه في أبحاث اتعملت إن الأشخاص المصابين بالاكتئاب بيكون عندهم نقص في مستويات الناقلات العصبية ال3 دول، وده الجزء اللي هو بنسميه بيولوجيكال من أسباب الاكتئاب. فبالتالي لما بيكون في حد عنده الأعراض كلها بتاعت مرض الاكتئاب، فبالتالي بنبدأ نديله بعض الأدوية اللي هي ممكن تعلي من مستوى الناقلات العصبية ال3 دول، وبالأخص السيروتونين في المخ. طب لو الناقلات العصبية دي لو زادت عن حدها مثلا، هل ممكن تعمل مشاكل؟ خلينا بقى نتكلم عن الحالة المزاجية بشكل كبير كده. والحالة المزاجية دي اللي هي ممكن بعض الناس بنلاقيه ان مزاجه متوسط. يعني ايه؟ يعني هو ممكن بيفرح في اوقات، بيبقى سعيد، بيبقى متفائل، بيبقى عنده طاقة، وممكن في اوقات تانية بيبقى طاقته قليلة، تفكيره بطيء شوية، ما عندوش رغبة، ما عندوش حماسة، ما عندوش دوافع. خلينا بقى نقول ان احنا في وسط كده في النص اللي هو بنسميه ده النورمال. تمام. لما بيقل فبنقول ان الشخص ده دخل في نوبة من نوبات الاكتئاب. لما بيعلى بنسميها نوبة من الهوس. الهوس ده اللي هو بالانجليزي اسمه مانيك ابيسود او المانيا، اللي هي بمعنى مختصر كده شخص بيبقى عنده نشاط زيادة، ممكن يقعد أيام ما ينامش، ممكن يبقى عنده طاقة زيادة في الكلام، ممكن يبقى عنده حتى طاقة فكرية إنه يفكر كتير، يخطط كتير. بعض الناس ممكن تصرف فلوس كتير، ممكن نشوف تخيلات مثلا. بعض النوبات اللي هي من الهوس ممكن يبقى معاها أعراض ذهنية اللي هي إنه هو يشوف تخيلات أو يسمع أصوات. بس اللي أقصد أقوله هنا إنه في النظريات إن مواد زي الناقلات العصبية دي السيروتونين والدوبامين والنور إبنفرين ممكن لما يزيدوا فعلا يدخلوا في نوبة من الهوس. وده يدخلنا لحاجة برضو نقولها في النص. أنا عارف إحنا بنتكلم على الاكتئاب، بس كتير في بعض الناس بيكون عندهم حاجة اسمها اضطراب وجداني ثنائي القطب، أو حاجة اسمها بايبولر ديسوردر. ده حاجة ومن كلمة بايبولر القطبين اللي هم دول حاجة اسمها الهوس اللي هي المانيك ابيسود، أو التانية اللي هي ديبريشن. فبعض الناس برضو اللي بيبقى عندهم اكتئاب بيروحوا أحيانا في نوبات تانية إن هو يبقى في الإكستريم بقى الناحية التانية خالص. فعشان كده حتى لما بنوصف بعض الأدوية لازم إن بيكون في حرص على إن إحنا المستويات تكون منتظمة، ويكون في متابعة مستمرة مع الطبيب، عشان ممكن حد يكون بيتعالج من اكتئاب فجأة يدخل في نوبة من العكس خالص. لو زادت النقلات العصبية دي المستويات بتاعتها ممكن يبقى فيها خطورة. ايه هي أعراض الاكتئاب؟ أعراض الاكتئاب أولهم هيبقى شعور بالحزن، وزي ما قلنا إنه هو شعور بالحزن ملوش سبب واضح ومستمر لمدة لا تقل عن 2 أسبوع متواصلين فأكثر. دي أول حاجة. يعني لو حد جاء أسبوع كده وبعدين بقى شوية كويس وبعدين شوية تاني بقى كويس، إن في فاصل. والحاجة التانية إن إحنا ممكن نشوف برضو هل في أسباب حصلت، حاجة كان ليها سبب إنه هو مر بالحزن ده ولا لأ.
بس الارشادات دلوقتي اللي هي بنسميها الجايد لاينز او الكرايتيريا اللي معموله للاكتئاب لازم انه يكون فتره لا تقل عن 2 أسبوع متواصلين. الحاجه التانية انه يبقى فيه، مش ده لوحده هيبقى كفايه الشعور بالحزن، ولكن ان احنا بنشوف النوم بيتاثر مع الاكتئاب. بعض الناس ممكن ان هو يبقى ما بيقدرش ينام ونومه قليل جدا مع الاكتئاب، ولكن برضو في حالات تانية بيبقى النوم بيزيد مع الاكتئاب، فالنوم بيبقى عامل. الشهية للأكل في الأغلب مع الاكتئاب بيبقى فيه فقدان للشهية، فتلاقي الشخص مش عايز يأكل، وتلاقي انه هو مثلا مش عشان بيعمل دايت او بيحاول ان هو يقيد شوية كمية الاكل اللي بياكلها، ولكن هو ما عندوش رغبة اصلا في الاكل. وبعض الحالات بيبقى فيه زيادة برضو في الاكل، فالاتنين ممكن. هل ممكن الاضطرابين يعني يجوا ورا بعض؟ يعني مثلا كام يوم انا مش عايزه اكل خالص وكام يوم انا شهيتي مفتوحة قوي؟ ممكن، بس هنشوف ده بيحصل بشكل عامل ازاي، يعني الباترن او النمط بتاع ده عامل ازاي. يعني هما 3 ايام وبعدين 3 ايام ما باكلش خالص وبعدين 3 ايام اكلت كتير وخلاص، ولا مثلاً ده بيحصل وبيستمر مثلا بقالي شهرين في الوضع ده؟ وهل بس الاكل ولا معاه تغيرات مزاجية بتحصل وتغيرات في النوم؟ حاجة تانية كمان بس بيبقى مهم ان احنا ناخد بينها، وهي التفكير. المحتوى الفكري. انا بفكر في الاكتئاب بيكون فيه في الأغلب أفكار يغلب عليها التشاؤم، يغلب عليها فقدان الأمل، يغلب عليها عدم الرغبة في المستقبل. فبالتالي تلاقي إنه مش عايز أروح الشغل ليه؟ مش فارقة، ما عنديش طموح، ولو رحت هيحصل إيه؟ أنا بشتغل ليه أصلا؟ وعشان كده هنلاقي كمان ان هو ممكن يظهر بعض الأعراض، زي انه الشخص يبقى عنايته بنفسه وبنظافته الشخصية قليلة. في صورة الاكتئاب بيبقى المحتوى الفكري بيبقى شديد قوي، ان هو يبقى شايف ان هو انا مش عايز احاول، ولو حاولت مفيش فايدة، فانا مش هتحرك من مكاني، وعارف انه المحاولات كلها افترضت. ودي حاجات بقى بيبقى فيه جزء من بنسميها التشوهات المعرفية او الكوجنيتيف ديستورشنز، ان انا في تفكيري بحكم بناء على أسوأ توقع وسيناريو ممكن يحصل. وفي نفس الوقت هو بيموت، لان هو قاعد مكانه ما بيعملش اي حاجة، فهو بيموت من الملل والزهق، وانه شايف حياته بتضيع قصاد عينه. أنا وإحنا بنستخدم مصطلح بيموت بيبقى مهم كمان في حاجتين. إنه أول حاجة ممكن يكون قصدنا بمصطلح بيموت إنه هو ما بقاش منتج، بقى قاعد في الأوضة، ما بقاش بيعمل حاجة، ما بقاش بيبقى فيه جديد بيضيفه لنفسه أو للي حواليه أو للدنيا بشكل عام. ولكن الحقيقة إنه هو فعلا ممكن يحصل، لأنه في أوقات، أقصد استخدام كلمة الموت، إنه في أوقات ممكن يبقى فاقد الرغبة في الأكل وفي الحركة وفي إنه يشرب، وفي حالات جسيمة من الاكتئاب ممكن الشخص فعلا بيحتاج لتدخل طبي. في أوقات حتى ممكن يبقى مع وجود لجنة طبية إنه هو يبقى في خطورة على حياته لو ما أكلش أو لو ما شربش، ففعلا إنه هو ممكن يموت للأسف. وأغلبنا بنفكر إنه في الاكتئاب ده خطورة الاكتئاب إن حد ممكن يفكر في الانتحار، ولكن لا، هي مش بس إنه ممكن حد يفكر في الانتحار، ولكن إنه هو ممكن أولا يفقد شغله. الحاجة التانية إنه هو ممكن علاقاته الاجتماعية تبدأ تضعف وتنقطع، ما بيتواصلش مع حد، مش عايز يشوف حد، فده بيأثر عليه، ولكن في نفس الوقت بيأثر على اللي حواليه. في حالة مثلا إذا كان في أفراد عيلة هو مفروض إن هو بيعتني بيهم زي لو أولاد. الحاجة التانية إن هو بقى عضويا، ده هو ما بياكلش، ده هو بينامش، فجسمه بقى ضعيف، فيبدأ كل شوية إنه حالته الصحية تتدهور لحد فعلا ما ممكن يعني ده يؤدي لحالات وفاة. طيب بالتقريب كده كم مدة نوبة الاكتئاب؟ هو في حاجتين، يعني نوبة الاكتئاب ممكن الشخص إن هو يبدأ يلاحظها أو حد من اللي حواليه إن هو يلاحظها فيروح ويطلب العلاج، وساعتها مع العلاج ممكن الأمور تبدأ تتحسن في خلال 3 أسابيع
4 أسابيع. الأدوية بتبدأ تجيب نتيجة بداية من أسبوعين. لو محدش لاحظها وهو جاله اكتئاب، هل المدة دي ممكن ان هي تبقى قد ايه يعني؟ هو في احتمالين هنا. أولا إنه الاكتئاب يفضل مستمر، ولكن بعض الأبحاث بتقول إن هو نوبة الاكتئاب اللي لم تعالج ممكن إن هي تروح لوحدها والشخص يبقى كويس، بس ده بيبقى في فترة تتراوح من 8 ل 12 شهر. دي أغلب الأبحاث اللي بتقول كده، إنه لو شخص عنده اكتئاب وما تعالجش ممكن إن هي تفضل مستمرة على طول، أو ممكن إن هي تختفي ويتحسن بعد من 8 ل 12 شهر. دي طبعا خلينا نتخيل التكلفة الكبيرة والخسائر الكبيرة اللي ممكن تحصل، سواء زي ما قلنا على شغله وعلى أسرته، على صحته الجسدية والجسمانية، في مقابل إنه هو لو راح وتعالج ممكن في خلال شهر يتحسن. طيب مريض الاكتئاب أعتقد إنه بيحس بحزن، بس في نفس الوقت يعني الدكاترة وكده بيقولوا إن هو ما بيحسش بأي حاجة. فإزاي هو بيحس بحزن وفي نفس الوقت هو ما بيحسش، هو فاقد الشعور بأي حاجة؟ سؤال حلو قوي. بالفعل ممكن إن هو يبقى عنده شعور مستمر بالحزن، وفي أوقات تانية ممكن برضو إن هو تسأله أنت حاسس بإيه، يبقى بنسميها زي نمب، اللي هو عارفة لما يبقى حد يقولك أنا مش حاسس برجلي، أنا مش فارق، سمعت خبر حلو وحش، طريقة تفاعلي مع اللي بيحصل حواليا ومع اللي بسمعه ما بقتش موجودة. ففعلا كأنه زي في انفصال شعوري عن اللي بيحصل، أنا بقيت فاقد القدرة على الشعور عامة. فالاتنين بيبقوا موجودين، ولكن في الأغلب إنه هو بيبقى الحزن واضح وظاهر. فأوقات تانية ممكن الشخص يبقى ما عندوش ولا ده ولا ده، ولا يقدر إنه هو أصلا التفاعل الشعوري بتاعه يكون شغال زي ما لو هو بنسميه إنه هو الشخص الإنسان الطبيعي، إنه هو بيبقى رياكتيف بمعنى إنه أنا سمعت حاجة حلوة بتبسط. وكمان الحاجة التانية في إن أنا أبقى رياكتيف إنه أنا فاهم أنا بحب إيه وبكره إيه وبتبسط من إيه وبزعل من إيه. فمثلا ودي حاجة من الحاجات برضو اللي بتبقى منتشرة في الاكتئاب، وهي إنه أنا المعروف عني إن أنا مثلا بحب أكلة كذا، جيت النهاردة ولقيت الأكلة دي ما بسطتش، ما بقتش فارقة معايا. أصحابي كانوا دايما يقولوا لي بس ده احنا هنطلع نروح المكان الفلاني، فأنا أتحمس جدا، وأبقى بعد كده ما بقتش فارقة. وفقد اللذة بالشعور خالص بأي شيء، وفاقد اللذة في الحاجات اللي أنا عارف إنه هو كان بيحبها. عشان كده برضو الأصحاب والأهل بيبقى ليهم دور في التشخيص. أحيانا احنا نسألهم طب هو لسه بيعمل الحاجات اللي كان معروف عنه إنه هو بيحبها؟ فهو مثلا يقولوا لك ده كان معروف إنه ما ينزلش من البيت إلا وهو على سنجة 10. فدايما بنبقى عايزين نعرف، هو بنسميها البري موربد، اللي هو طبيعة شخصيته كان شكلها عامل إزاي، عشان نقدر نشوف دلوقتي مقارنة بالطبيعي بتاعه، نشوف التغير اللي حصل. بالظبط. حد مثلا كان حماسي جدا، ده هوب لو دخل جون في ماتش كذا ده أنا كنت أقوم وزغرط، ما بقاش فارق معايا. فكل دي حاجات بيبقى مهم إن هي بتبقى علامات ناخد بالنا منها. طيب مريض الاكتئاب بيبقى عنده مشكلة في الذاكرة، الاستقبال أو التخزين أو الاسترجاع المعلومات؟ ده برضو نقطة مهمة قوي، إنه في الاكتئاب بيكون في بطء في القدرات المعرفية، سواء بطء في عملية احتفاظ أو إدخال المعلومات ثم الاحتفاظ بيها وبعد كده استرجاعها. فخلينا نقول بغض النظر عن أمراض الذاكرة، بس خلينا نقول إن مع الاكتئاب ممكن يبقى فيه واضح نقص في التركيز، نقص في القدرة على استيعاب المعلومات، نقص في القدرة على استرجاع المعلومات. فهو حتى لو أي حاجة كويسة بتحصل هو ما عندوش القدرة إن هو يسترجع اللحظات دي أصلا. دي حقيقة. وده برضو أحيانا بيبقى ليه علاقة بالموتيفيشن أو بالدوافع اللي عنده عشان يسترجع دي.
فهو بيبقى قدرات المعرفية ممكن ان هي بتتأثر وبتبقى بطيئة، فبالتالي ان هو ما بينسى بسرعة، مش مركز. او الحاجة التانية انه انا مش عايز افتكر، فده برضو بيبقى موجود. الفرق ما بين انا مش عايز افتكر ولا انا عايز بس مش عارف افتكر. هو بيبقى الاتنين ولا بيبقى واحد بس؟ في الاغلب ممكن تبقى انا مش عايز، بس كمان ممكن ان انا مش عارف افتكر تبقى موجودة. لكن في الاكتئاب بيبقى الاغلب ان انا مش عايز افتكر، يعني بيبقى اغلبه حاجات ليها علاقة بالطفولة. ممكن تبقى ليها علاقة بالطفولة، وممكن حاجات يبقى ليها علاقة برضو بالنهاردة، اللي هي نسي مفاتيحه فين، نسي راكن العربية فين. حد بيتكلم معاه فهو مش مركز في الحوار، بينسى كتير. ولو حاجات ليها علاقة بالطفولة، ممكن مثلا لو حاجات ليها علاقة بصدمات نفسية أو تروما، مواقف صعبة مؤلمة عدت عليه، ممكن إن هو يكون بيحاول إنه ما يفتكرهاش عن تعمد، فده بيبقى موجود طبعا. كتير من الأهل مش بتتقبل فكرة إن ابنهم عنده مرض نفسي، فبيحاولوا دايما يبعدوه عن العيادة، خصوصا لو الدكتور كتب له علاج دوائي. الحقيقة دور الأهل مهم في الناحيتين، في ناحية الدعم وبداية السعي لوجود حلول أو لطلب المساعدة. وطبعا مهم لو احنا عملنا إنكار، ولو احنا ما قبلناش ورفضنا وأخرنا العلاج، فالأهل هيبقى مهم هنا دورهم إيجابي جدا، هنا دورهم سلبي جدا، ولكنه مؤثر في الحالتين جدا طبعا. واللي أقصد أقوله بس أول حاجة إنه الحقيقة يعني من رؤيتي المتواضعة للمجتمع ومن ممارستي، احنا الأهل، هتكلم احنا كأهل، بنلاقي ان في لوم لنفسنا لو حد من أفراد أسرتنا طلع عنده اكتئاب. خلينا نتكلم عن الاكتئاب بالذات، مش كأي مرض نفسي تاني دلوقتي، لأنه ابني أنا ما قصرتش معاه في حاجة. لا، وما قصرتش، ودخلته المدرسة وبجيب له اللي هو عايزه، يعني إيه يبقى مكتئب؟ بس أنا هنا هرجع تاني وأطلب من كل أم أتمنى بتسمعنا، هو أسباب الاكتئاب ملهاش علاقة بالتقصير خالص. التقصير هو حتى لو كان موجود، احنا اصلا محدش قال هنا ان احنا قصرنا في حاجة، ولكن حتى لو كان في تقصير هو مش بالضرورة خالص ان هو يؤدي الاكتئاب. ولكن احنا كتير لما بنقف عند استقبال المشكلة او التشخيص او الشك حتى انه هل ابني او بنتي ممكن يبقى عندهم اكتئاب، زي الاكتئاب زي اي مرض. طب ليه؟ طب هو ايه اللي يجيب له اكتئاب؟ يعني انا عايز اقول لك حاجات في المجتمع اللي هو يا ابني انت مش تاكل فراخ، تاكل مودينك احسن مدرسه، طبخت لك يا ابني وعملت لك وباكلك، انت بتاكلش كويس. دي حاجه التانية، الله امال ده انا لسه مصفرك معرفش ايه الاسبوع اللي فات، ولسه معرفش هحجز لك كذا، انت بتضحك على طول مع اصحابك وجاي، وده شكل واحد مكتئب. فبنسمع الردود دي، يا اما احنا كاهل بنبقى مش عايزين نصدق فبنرفض وبنستنكر، يا اما احنا بنبقى شايفين انه هو اصلا لا، احنا مش مصدقينك، احنا مش شايفين انه ده شكل حد عليه الاكتئاب. وده هياخدنا برضو للنقطة اللي كنا بنتكلم فيها الاول، ويا جماعة الشخص المكتئب ده ملوش مواصفات شكلية، فده برضو من الحكم ان هو انا ما ينفعش اشوفك لابس كويس واخد بالك من نفسك وتيجي تقول لي ان انا باخد دواء مضاد اكتئاب بس عندي اكتئاب، ولا عم انت بتهرج ولا ايه؟ مبطل تمثيل بقى. هو في حد مكتئب بينزل وبيضحك؟ لازم تبقى شعرك منكوش يعني انا الحقيقه يعني انا شخصيا بستغرب من هي الصوره اترسمت منين وايه اساسها. هو مش معنى ان انا في اوقات ممكن اشوف بعض الناس تبقى محتاجه مساعده في الشارع او وما عندهاش اهتمام بنظافتها الشخصيه وقاعده قافله على نفسها في الاوضه او ويبقى بالنسبة لي هو ده بس اللي مكتئب. لا حضرتك، هو في مكتئب بيروح شغله، وفي مكتئب بيذاكر، وفي مكتئب بيضحك عادي خالص. فأنا ممكن نبقى قاعدين بنتعشى وخارجين في خروجة حلوة وصاحبتي جنبي وبتضحك وزي الفل، وأنا من جوايا أنا عارفة إن هي بتمر بوقت صعب
وصاحبتي اللي جنبي تبقى شايفاها ايه ده انت اسعد واحده في الدنيا. هي مش عارفة هي بتحس بإيه، فملهاش المظاهر ملهاش اي علاقه خالص. فكأهل بقى ارجع تاني لحته انه مش معنى ان ابننا شايفين ان هو فاكرينه انه كويس، وجي في وقت في حاجتين برضو، ان هو جه في وقت يقول لنا انا حاسس ان انا مش كويس، حاسس ان انا حزين اغلب الوقت وبفكر بشكل سوداوي شويه، فعايز اروح لدكتور. فيقولوا لي لا، ده هنا هو اللي بدأ وهو اللي قال ان انا ملاحظ على نفسي، فاحنا قلنا له لا. طب ليه اقول له لا؟ هو ادرى واحد بنفسه، يعني اكتر شخص شايف نفسه من جواه ومن براه هو الشخص نفسه. فانا ليه امنعه؟ ايه الضرر في ان هو هيروح؟ ودي ممكن نبقى نتكلم فيها، اللي هو الناس فاكره ايه اللي هيحصل لو رحت للدكتور. الناس عندها معتقدات كتير قوي لو الشخص راح لدكتور نفساني. نسمع المعتقدات ونفهمها ويبقى عندنا استعداد انها ممكن تبقى غلط. لانه كمان يعني انا واحنا بنتكلم النهارده اتكلمت عن نظريه اصلا النقلات العصبيه دي، بتكلم في 1930. فانا ما ينفعش اخد الكلام اللي كان موجود من 200 سنه واقوله النهارده. دي حقيقه. ده اصلا انا بشوف اللي ما اعرفش ايه كذا وبيبقى ماشي مخشب وبيبقى خد دواء يا جماعه واحده واحده، ده السنه بتفرق. فما بالنا بالكلام اللي هو بقاله 30 40 50 سنه. فكل الكلام ده اتغير. انا بقى النهارده احب ان انا اشجع الاهل. لاحظت ان ابني مش بيتبسط زي ما كان، لاحظت انه ما بقاش عايز ينزل مع اصحابه زي الاول، لاحظت انه هو تركيزه ما بقاش كويس قوي، ما بقاش الطبيعي اللي انا واخد عليه، ما بقاش بياكل زي الاول. حبيبي انت اخبارك ايه؟ طب تحب نروح كده ونقعد مع دكتور نسمع منه؟ انا عايز اقول لا، ده بالعكس، انه كتير اصلا يعني احنا لو جالنا ابننا وقال لنا انا عايز اروح لدكتور طبعا بسرعة. ده الاصعب بيبقى ان هو ما يرضاش وان انا اقول له. فجزء من اعراض الاكتئاب اللي عنده ان هو يرفض، لانه ما عندوش، احنا نرجع ما عندوش امل، ما عندوش امل. فبالتالي هو مش شايف ان هيبقى فيه امل للعلاج، فبالتالي هو ما عندوش الموتيفيشن او الدافع ان هو ينزل. فبالعكس، ده احنا المفروض كدورنا كأهل ان احنا نشجعه. بعد كده طبعا ايه، ما نحكمش. طب راح واخد دواء ما جابش نتيجة، نفكر في غيره. طب حصل اعراض جانبية، نفكر. ادوية السكر ليها اعراض جانبية. لا، هما دايما يفكروا لا انت معمول لك عمل، انت في حاجة تانية، انت محسود. ليه تفتكري؟ لان هو ما هي وصمة. ايه اللي وصمة؟ وصمة عار ان انت والعمل تروح. مش وصمة. يعني فعلا انا اتمنى انه الحوار ده ناس تسمعه. هو احنا ليه بنستسهل نصدق انه عليه عمل فنروح ناخده للشيخ، عن ان احنا نقول ده مرض زيه زي السكر والضغط، مع ان ده اخطر اصلا. انت ممكن تروح لدجال يكون ما عندوش حاجة ويعمل له. يعني انا بديله رخصة واقول له استغليني. يعني انا رايح كده بنفسي بقول له مساء الخير، انا بقول لك استغليني. طب والدكتور الطب ليه ما روحش للابحاث اللي اتعملت والارشادات اللي اتعملت واللي فيه ايفيدنس اهو دليل، ويقول ان هو ده ممكن يبقى عندنا تفسير للي هو فيه. وكمان في غير الاكتئاب بقى، بالذات لو حد عنده اعراض ذهنيه، بيسمع اصوات من حد مش موجود، او عنده شكوك او يا جماعه. طب هي ايه الشعره اللي بتفصل المرض النفسي عن المرض العقلي؟ تقسيمات اتعملت في الكتب من فترات طويله، بعيدا عن الكتب يعني ببساطه. يعني انا المرض النفسي في بعض الاوقات استخدام الكلمه دي كان بيرجع لي الامراض اللي ليها علاقه بالقلق، التوتر والاكتئاب. والمرض العقلي في اوقات كان استخدام الكلمه دي بيروح للاعراض اللي فيها شكوك، ضلالات، او بيسمع اصوات، او بيشوف بعض الصور اللي مش موجوده محدش تاني بيشوفها. فدي كانت بتبقى التقسيمه المختلفه. فلو هنقول ايه الشعره اللي ما بينها، ان دي امراض الاكتئاب والامراض المزاجيه والقلق، والتانيه اللي هي بنسميها الامراض الذهنيه. طيب لو انا شاكك ان انا عندي اكتئاب، عايز أشارك أهلي في الموضوع ده، بس خايف من رد فعلهم. يعني أنا عارف إن هم هيرفضوا،
فخايف ان ده يأثر على رحلة العلاج بتاعتي، لان هم هيشككوني بقى طول فترة العلاج. طب انت خلاص بقيت كويس، طب ما تسيب الدواء، طب هو ايه لازمته كل ده، كل التكاليف، طب ما انا بسمعك، طب ما انا دكتور مش عارفة ايه والكلام ده كله. اول حاجة دعم الاهل مهم، بس برضو وانا بتكلم هو انا شكيت ان عندي اكتئاب، انا مستقل بشخصيتي، قرار العلاج هيبقى قراري انا. هل مساندتهم هتبقى مهمة وهتفرق، بس هل ده هيفرق معايا في ان انا اروح ولا ما اروحش؟ انا هتكلم بالذات في مجتمعنا وفي اللي انا بشوفه، انه كتير اروح واقول بابايا بابا انا حاسه ان انا عندي اكتئاب. يعني ايه عندك اكتئاب؟ انا موفر لك كل حاجه وانت مش ناقصك حاجه، روحي بس تلاقيكي بس ايه بيتهيألك. الاكتئاب ده يا بنتي بيبقى في المستشفى وما بيلبسش وما بيعملش، انت بتتكلمي في ايه؟ فانا فاجل ففي الاخر اروح من غير ما اقول لاهلي. وللاسف يا جماعه كم الناس الشباب بالذات بقى عندهم وعي وبقى مهتمين بنفسهم وبيروحوا من غير ما يقولوا لاهاليهم عشان خوف من اهاليهم. طب يا اب ويا ام، انت تزعل ان ابنك او بنتك يبقى عايز يبقى كويس؟ انا خايف عليه، فخايف لا نسمع بقى الاهل في ده. انا كتير بيبقى نفسي ان الحوارات زي اللي احنا بنعملها دي تبقى موجهة للاهل واسمع منهم كمان. عشان كده في مثل زي اللي انت بتقوليه ده، لو الاهل قالي لا ما تروحش الدكتور، طب ما تيجي معايا وتسمعي من الدكتور كده، خد باباك خد مامتك، قول له يروح معاك ويشوف بنفسه. وفي الاغلب ان هو بيكون عند الاهل خبرة في الاغلب مؤلمة سابقة. اصلا انا افتكر كان عمك في وقت من الاوقات شكينا انه كذا فوديناه لكذا والدواء عمل فيه بلاوي، الدكتور بقى وانا مش عايز نخش في القصة دي تاني. ما اعرفش مين جالها عقم، مين ادمن. طب ما نسمع، طب ايه رأيك تروح تاخد اللي عندك ده وتتكلم فيه مع الدكتور بتاع النهاردة؟ دي كانت خبرة عن زمان. زي ما في تقدم في طرق العمليات اللي بتحصل، بقينا بنشوف عمليات بتتعمل بفتحة بسيطة جدا ما تتشافش. طب ما في تقدم في الطب النفسي بيحصل، طب ما نروح ونسمع. بس لو في الحالة اللي زي دي الأحسن بدل ما انت ما تروحش للدكتور خالص، ان انت ما تقول لهمش لو انت متأكد ان هو لا. انا هيكون نصيحتي للأهل ان هم في الأول يسمعوا، وهيكون نصيحتي لكل ابن أو ابنة لا اتكلم مع أهلك وقول له. يعني ما تتنبأش انه أهلي هيرفضوا. بس في أهالي بتبقى صعبة. جربت ومفيش، فأنت مسؤول عن نفسك ان انت تاخد بالك من نفسك وهتطلب العلاج. وفي جزء من استقلاليتك ان انت تقدر تروح وتاخد العلاج بنفسك. وقانونا الأهل ما قانونا مش مسموح ان هم يمنعوا الشخص البالغ العاقل اللي هو أكتر من 18 سنة إن هو ما ياخدش علاج. ولكن برضو في فهمنا لمجتمعنا ولروابطنا الاجتماعية إحنا محتاجين الدعم، والدعم في ثقافتنا بيفرق. برضو عايز أقولك على حاجة تانية، وهي إنه معدلات الاكتئاب في ثقافات مختلفة بتتغير من بلد للتانية ومن ثقافة للتانية. وبنلاقي ان في ثقافات زي مثلا الثقافات الشرقية والعربية بيكون فيها تواصل اجتماعي اكتر، ليه مميزاته وليه عيوبه، ولكن كتير بيبقى داعم، كتير بيفيد. وبنلاقي ان في بعض الدول وفي بعض الثقافات اللي ما فيهاش تواصل اجتماعي زي سويسرا مثلا دول بالذات الجزء الاسكندنافيان اللي هو الشمالي ده، سويسرا، النرويج، فنلندا، بيبقى معدلات الاكتئاب بتزيد لأسباب مختلفة. ممكن تعرضهم للشمس أقل، ممكن كمان حتة التواصل الاجتماعي، فالدعم بيبقى قليل. فبالعكس احنا هنا ما تيجوا نستخدم التواصل الاجتماعي ده بشكل مفيد، بدل ما بنتدخل في حياة بعض وخلاص فنستخدمه ان انا ادعمك، ان انا اشجعك. فده هيبقى مهم واحسن. فانا كأب وكأم بودي مدرسة كويسة وبصرف فلوس وببقى نفسي ان انا اشوف ابني كويس، طب ما اسمع له برضو. دي اهم حاجة. دي اهم حاجة. انهي الاسلم، ان انا اشك
ان انا عندي مرض نفسي او اضطراب فاروح العيادة، ولا ان انا اخمد الشك ده؟ ما هو ممكن انا ما يطلعش عندي حاجة والدكتور يطلع لي حاجة انا اصلا ما كانتش في بالي. ايه ضرر ان انا ما اروحش للدكتور لو انا شاكك؟ تفتكري ايه؟ انا شاكك ان ممكن يبقى عندي اكتئاب، ايه الضرر ان انا ما اروحش؟ لو رحت ايه الضرر؟ ولو ما روحتش ايه الضرر؟ بس انا شاكك، يعني انا في عندي اللي خلاني اشك ان انا مش كويس. سمعت مثلا شوية اعراض حسيت ان هي بتنطبق عليا، حلو، فحابب ان انا اتاكد، بس خايف اخمد بقى الشك، خايف ان انا بقى ايه افتح الاوضه اللي فيها غبار دي وما اعرفش ان انا يعني اعالجها. اتكلم في المخاوف دي. الافويدنس او التجنب هو مش حل، هي موجوده وانت ما فتحتش عليها، انت قفلتها، بس هي موجوده. وطول ما انا بمشي في الدنيا وبتحرك وبعيش النهارده وان شاء الله هعيش بكره، ما هي الاوضه دي بيجي عليها حاجات تانية. طب على الاقل افضي عشان يبقى عندي مساحه للي جاي. طب هي موجوده، بس انا مثلا ما عنديش القدره الماليه ان انا اروح لدكتور او كده، فانا يعني هفتح على نفسي فتوحه، يعني زي الفرق بين نعيم الجهل وجحيم المعرفه. ما هو نعيم الجهل؟ يعني انا ماشي ما اعرفش ان انا حاسس ان انا مش كويس، بس انا مش مريض، انا مش مريض نفسي، ما عنديش حد يقول لي انت عندك كذا، انت عندك عدم ثقه، انت عندك كذا، فانا بقى لازم بقى امشي على ستيبس وعلى. لا مش لازم. خليني بس اقول حاجه برضو، يعني التعافي النفسي بيحتاج مجهود، وهو في الاول محتاج قرار، وبيتطلب ادوات. الادوات مش بالضروره انها بتكون ماديه بس زي ما قلت كده، انا بقى هخش واقلب والحاجات اللي فيها غبار، طب ما اخليها كده ساكته وعامل نفسي مش واخد بالي ودينا ماشيين. فالادوات بتبقى بمعنى انه حتى وانا في وسط المرحله العلاجيه، هتكلم حتى على العلاج الكلامي، ده انا ممكن اتعب. اصلا النهارده رحت فاتكلمت في حاجات من اللي هي اصلا بالنسبه لي كنت بحاول انساها، فقلبت عليا اللي فات، فتعبت. الله، وانا كنت رايح عشان اتحسن ولا عشان ابقى وحش؟ انا حد بيواجهني انت فيك كذا وكذا، انا ايه اللي خلاني اعمل كل ده؟ جزء من التعافي ان انا اتجاوز. في فرق ما بين ان انا يكون عندي طوبة قدامي كده وقافلة الطريق، وما بين ان انا اقرر ان انا هشوف عايز اعديها فهشوف اعديها ازاي، وما بين ان انا اقول لا انا مش معديها، خليها بدل ما اتكعور. بس الطوبة دي جت مثلا وانا عندي 20 سنة 25 سنة، طب هقدر اكمل في اللي جاي بقى ازاي؟ برأيي في طوب تاني هيحصل في الدنيا. هي نوبة الاكتئاب لو انا سبتها وهي عدت وما روحتش لدكتور ولا خدت لها اي علاج، ده بيزود من احتمالية ان هي ترجع تاني اسرع، او ان مدتها طبعا تطول. طبعا. اولا هي ممكن تستمر، ثانيا حتى لو ما اخدتش علاج فزي ما قلنا قعدت مثلا 12 شهر وخلاص بقت راحت لوحدها وانا بقيت كويس، بس ما زلت في عرضة ان تيجي تاني وتيجي اشد، تيجي بشكل اشد عن مميزات وفوائد العلاج. مش بس ان انا النهاردة ابقى كويس، ولكن ان انا اقلل من احتمالية ان انا بكرة يرجع لي تاني الاكتئاب ده. طيب هل في تحاليل معينة الدكتور مفروض يطلبها مني لو هو شاكك ان انا عندي اكتئاب، حتى لو هو شايف ان في اعراض واضحة؟ كتشخيص الاكتئاب نفسه احنا ممكن بنفكر في اسبابه، اللي هو زي ما قلنا ممكن حاجات تبقى بيولوجيكال، سايكولوجيكال، وسوشيال، يعني بيولوجية او نفسية، ذهنية، شعورية، او اجتماعية. في الجزء البيولوجي ان احنا ممكن نفكر في بعض الامراض العضوية اللي ممكن تسبب اكتئاب، منها اضطرابات الغدة الدرقية مثلا، فممكن من التحاليل ان احنا نطلب وظائف الغدة الدرقية. وكتير بنبقى حابين برضو نعمل صورة دم كاملة، ليه؟ عشان كتير في الاكتئاب بيكون في أنيميا مثلا على سبيل المثال.
ولكن هل الاكتئاب نفسه ومثلا النقلات العصبية اللي قلت عليها زي الدوبامين والسيروتونين هل ده بنعمل له تحاليل دلوقتي؟ لا. بس هل الأنيميا ممكن تسبب اكتئاب؟ العكس، أقصد إنه الاكتئاب مع فقدان الشهية ممكن يأثر إنه ما يبقاش فيه تواجد للعناصر الغذائية فيدخل الشخص في أنيميا. لكن الأنيميا بحد ذاتها مش سبب للاكتئاب. ما عنديش المعلومة دلوقتي حالا إن أقولها، بس كتير من الأمراض العضوية بتزيد من احتمالية الاكتئاب، زي مثلا أمراض القلب بتزود من احتمالية الاكتئاب بحوالي 30%. يعني شخص مثلا بالذات لما بنقول إن شخص مثلا بعد الشر تعرض لجلطة في القلب، فده بيبقى مهم إن احنا نعمل حاجة اسمها سكرينينج بعدها للاكتئاب، لأنه بعد ما بيعدي من فترة الجلطة دي ممكن بتكون عرضة إنه يخش في الاكتئاب أكتر. فكتير من الأمراض العضوية ممكن. الأنيميا بحد ذاتها ما أقدرش أقول دلوقتي هل الأنيميا ممكن تكون أحد أسباب الاكتئاب ولا لا. هل من الأفضل إن أنا أروح لكذا دكتور لو أنا مش مقتنع بالتشخيص؟ أول حاجة الحقيقة إن هو الدكتور هيبقى محتاج، وأنا بدور على دكتور دي بتبقى رحلة برضو شوية، فبدور على ممكن دلوقتي أدور على النت، بس أحب إن أنا أقرأ عن الدكتور، وبعدين أحب أسأل إذا في مساحة إن أسأل ناس راحت لنفس الدكتور، وبعدين أروح أنا للدكتور بنفسي. والله أنا ما حسيتش إنه هو سمعني كفاية، ما حسيتش إن تفسيره كان متوافق مع فعلا اللي أنا بحسه، لا روح لدكتور تاني. طيب وقت الكشف لو مثلا دكتور مدة كشفه 3 ساعة، تروح لدكتور تاني. 3 ساعة تقصدي ده كتير ولا قليل؟ يعني هل 3 ساعة دي هيقدر انه يشخص فيها؟ بصي خلينا نتكلم في المعايير برضو. خلاص، فأول مقابلة مع الدكتور النفسي لا مهم ان هي تكون طويلة عشان يكون ده مقابلة أولية للتشخيص. تقريبا قد ايه مدتها؟ في الأول ممكن تكون 3 ساعة بس مش هقدر أشخص فيها بقى، كده هحتاج نتقابل تاني. ولكن في الأغلب إن هي بتكون حوالي 45 دقيقة لساعة، بالذات المقابلة الأولى. في المتابعات ممكن إن هي تكون 3 ساعة، ممكن في أوقات تكون أقل. أنا برضو بتكلم على مقابلة الدكتور الطبيب النفسي، وده غير جلسات العلاج النفسي اللي هي بتبقى جلسات علاج كلامية، فدي بتبقى على الأقل 45 دقيقة اللي هي مع الأخصائي. مع الأخصائي، وفي بعض الأطباء النفسيين ممكن برضو بيبقوا مدربين إن هم يعملوا علاج كلامي. إنما لو أنا رايح للدكتور وحاجة اسمها إن أنا رايح كشف، ممكن إن هو يبقى 3 ساعة، بس في الأول لأ بيبقى مدته أطول. لكن اللي عايز أقوله برضو في حتة التشخيص إنه هو مش شرط إن في المقابلة الواحدة الدكتور يقدر يشخص. هو ممكن يقولك النهاردة أنا سمعت منك كذا وكذا وكذا، أنا شايف إن في احتمالية إن يكون عندك اكتئاب، ممكن أقدر النهاردة إن أكتب لك علاج، وممكن أقولك أنا محتاج لسه أشوفك تاني عشان أخد منك معلومات أكتر ونقدر نوصل لقرار يقربنا شوية أنت عندك إيه. زي أي دكتور لما بنروح له، فالنهاردة هيطلب مني بعض التحاليل اللي هعملها فهرجع تاني. زي الطبيب النفسي هيطلب مني إن أنا أجي تاني وأقول له معلومات تانية أكتر، وممكن يقابل الأهل كمان، لأنه الأهل بيبقوا مصدر رئيسي أحيانا في إن أنا أفهم منهم هو عامل إيه، لأنه هو مش مركز، هم مراقبينه أكتر، عارفين عنه حاجات هو مش عارفها. ملاحظينه، بس في الأول والآخر برضو إحنا هنصدق الشخص. يعني برضو أنا عايز إنه دايما هنبقى متفهمين، أنا لما أروح للدكتور بنفسي يسمع مني أكتر ما يسمع من أهلي برضو. فيبقى شايف إنه أنا مش أروح أقول له ده أنا شايفة إنه هو كذا وكذا 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 وأنا أقول له لأ. فالمقابلة مهم إن هي بتكون لوضع تشخيص مبدئي، بس ممكن في المقابلة التانية التشخيص يختلف بعد معلومات أكتر، وبالتالي ممكن برضو العلاج في أوقات ما يتكتبش من أول زيارة للدكتور. الناس عندها تخوف إن دايما اللي بيروح عيادة الطبيب النفسي مش بيطلع منها، بيبقى دائم الزيارة. ليه ممكن احتمالية إنه الشخص ده لو راح هيبقى دائم الزيارة؟ وهل أنا لو فعلا، أولا خليني أقول حاجة الأول، زيارة الطبيب النفسي هتحتاج زيارات متعددة من الأول، وبرضو زي ما قلت إنه الطبيب النفسي مش شرط
إن هو هيقدر يوصل لتشخيص في زيارة واحدة. الحاجة التانية، الاستجابة للعلاجات النفسية سواء كانت أدوية أو سواء كانت علاجات نفسية كلامية بتاخد وقت، اللي هو ممكن يكون يعني مثلا الأدوية زي ما قلنا ممكن أقل حاجة من 3 أسابيع فأكثر عشان تبدأ تظهر نتيجة. فبالتالي هروح للدكتور تاني وتالت، وهقعد على الأقل 6 شهور بروح له بمعدل يمكن مرة في الشهر. خلاص. وحتى بعد ما اتعافى برضو لو حصلت لي مشكلة ببتدي ارجع له. أنا عايز أرجع له ولا لأ؟ انا شايفه ان دي حاجه كويسه، لان مثلا انت لو رحت محل فجبت منه حاجه عجبتك هتبقى دائم الزياره ليه. انا عرفت ان في طريق بيقدم لي مساعده، طب ما خلاص، طب انا شايف ان انا محتاج مساعده، ما اروحش ليه؟ فالموضوع مش فكره ان هو ده انا لو اخدت الطريق ده هبقى مدمن فيه وهدخل سكه العلاج مش هخرج منها. انت عايز ولا لا؟ انت بتستفيد منها ولا لا؟ لو لقيت ان انت ما بتستفيدش مفيش ما يجبرك على ان انت تكمل. بس الحقيقه انه انا بشوف ان في ناس كتيره قوي عندها الاول مخاوف، عندها الاول بعض الافتراضات، ولكن لما بتمشي في العلاج بتبدا تستكشف في نفسها اكتر وبتبدا تعرف عن نفسها اكتر، فده بينعكس على حياتهم، فبالعكس بيحبوا ان هم يتحسنوا اكتر واكتر فبيكملوا. طيب الاكتئاب بيختلف شدته من وقت للتاني، يعني من موسم لموسم، هل ده برضو ممكن يحصل خلال اليوم؟ ممكن، بس تاني زي ما قلنا عشان لو احنا في اكتئاب لسه اللي هو انا في نوبة الاكتئاب نفسها هيبقى الاغلب المسيطر هو الحزن. انه يروح يطلع وينزل في نفس اليوم لا، في الاغلب مش هنقدر، ده هيعوق ان ده يبقى تشخيص اكتئاب، بالذات لو ده بيحصل كل يوم. زي ما قلنا انه تشخيص الاكتئاب محتاج انه انا اكون بمر بفترة من الحزن والاعراض، باقي الاعراض اللي قلناها، النوم، الشهية، المشاعر، الافكار، لمدة لا تقل عن 2 أسبوع بشكل متواصل. يعني مش ممكن مثلا هو الصبح يبقى مكتئب وبعد الظهر يبقى كويس ويفضل الموضوع يتكرر معاه؟ الاغلب ايه، احنا مثلا هسألك طب انا مثلا مزاجك في خلال اخر 2 أسبوع متوسط تديله درجة كام من 10؟ 0 ده ان انا في حزن كبير جدا، 10 ان انا في سعادة كبيرة قوي، اديلي متوسط في الأسبوعين اللي فاتوا. دي اغلب طريقة بنقدر ان احنا نعرف بيها انا المتوسط بتاعي ايه. حد هيقولك انا احيانا بوصل ل7، بس انا بالنسبة لي الاغلب هو 2 من 10. ده مش معدل يعني. بالظبط. هل أدوية الاكتئاب ممكن تسبب العقم أو الإدمان؟ خصوصا إن في بعض الدكاترة ممكن تكتب أدوية في جدول المخدرات، فأنا منين بقى بكتب دواء في جدول المخدرات ومنين إن هو مش ممكن يخلي الشخص إن هو يدمن؟ أدوية الاكتئاب أغلبها ما بيكونش إجابة بس على السؤال الأول هل بتسبب العقم. أدوية الاكتئاب أغلبها مالوش علاقة باحتمالية إن يكون سبب لحدوث عقم. خلاص. ممكن بعض أدوية الاكتئاب بتؤثر على، أولا خليني بس أتكلم في حاجة عشان دي بتبقى شكوى منتشرة كتيرة ودي حقيقة، إن أدوية الاكتئاب ليها أعراض جانبية جنسية. بمعنى إيه؟ إن هو ممكن، خليني بس أقول إن الاكتئاب نفسه أحيانا بيكون فيه فقدان الرغبة الجنسية أصلا. تمام؟ ولكن بعض أدوية الاكتئاب أحيانا بيبقى ليها مثلا بعض الأعراض اللي تأثر سلبا على الحياة والرغبة الجنسية عامة. فبنطلب، بس مش العقم. العقم ده مصطلح يعني إنه الشخص ما يبقاش قادر على الإنجاب. لا، الفكرة كلها في بعض أدوية الاكتئاب إن ممكن تسبب إنه يكون الشخص عنده عدم رغبة، أو إن هي بتسبب تأخر أحيانا في الرغبة الجنسية أو تأخر في الممارسة الجنسية بنفسها. ولكن ما نقدرش نقول كلمة العقم. فبالتالي أحب أصحح المعلومة جدا، يا ريت المجتمع لو الناس خايفة من أدوية الاكتئاب عشان العقم، لأ. وأنا بقول برضو إنه أي دواء ليه أعراض جانبية، بس مش أي حد هياخد الدواء هيجيله الأعراض الجانبية. فبالتالي وهنلاقي، ويا ريت يا جماعة نسمع من، حتى أسأل حد لو لقيت إن حد بياخد أدوية مضادات الاكتئاب، طب جالك أعراض جانبية، طب هي شكلها إيه؟ خلينا أتكلم بشكل في الأول كده.
اغلب الناس ما بيجيلهمش اعراض جانبيه من ادويه مضادات الاكتئاب. بعض الناس ممكن يجيلهم اعراض جانبيه في اول 3-4 ايام من استخدام الدواء، بتكون في شكل انه يحس ان معدته مش مرتاحه، بيحس بقيء، ولكن ده بيروح بعد 5-6 ايام. لكن مش بتجيله اي اعراض ذهنيه؟ لا، ادويه مضادات الاكتئاب لا تسبب يعني أعراض مثلا ذهنية. هلوسه او كده من ادويه مضادات الاكتئاب لا. ولكن برضو تاني بنقول يا ريت حسيت باعراض جانبيه اتكلم مع الدكتور اللي كتب لك الدواء وارجع له وشوف الاول هو ده فعلا ممكن يكون ولا لا. وكمان عايز اقول حاجه، ان دايما بنفتح كده الليفلت، الورقه اللي بتيجي مع الدواء، ونقرا كل الاعراض الجانبيه اللي فيها، فشوف الله ده مكتوب اهو كلمه كذا. هل ده بس روح. صحي اصلا ان المريض يقرا الاعراض الجانبيه؟ طبعا حق اي حد، حقي لو انا باخد دواء ان انا اعرف عنه كل حاجه، اعرف ممكن يساعدني في ايه كايجابيات، واعرف ممكن يضرني في ايه. حقي وصحي. بس افهم بقى اكتر، لانه مثلا شركات الادويه لما يبقى في دواء جديد بيتعمل عليه ابحاث، فبنعمل بحث كبير قوي، فبنشوف ان هو بعض الناس اللي اخدت فممكن يجي لهم اعراض جانبيه كذا، فبنكتبها لازم. وبتلاقي حتى في ادويه كتير ان هي بتكون متقسمه انه اعراض جانبيه شائعه، اعراض جانبيه نادره، بس لازم تتكتب. ولكن اللي اقوله ايه، ان مش معنى ان انا قريت انها مكتوبه انها تحصل لي. بالعكس، هو حقك ان انت لازم تعرف عنها، بس اقرا برضو من مصدر موثوق. يعني برضو كتير بقول بلاش يا جماعه ندخل على جوجل ونقرا فاوب ده جوجل كاتب كذا. لا مش جوجل، دي اشهر، مش دكاتره اصلا. ما بنعرفش عن الدواء، يعني ما بنعملش دعايه او اضرار لجوجل، بس ما بنعملش ابحاث عن الادويه من مصادر غير موثوقه او غير علميه. ولكن حسيت ان انا محتاج اتناقش مع الدكتور في ده، يقول لي بعض الناس مثلا ممكن يبقى عندهم السكر، في بعض الادويه ممكن ما تتناسبش مع اللي عنده السكر، فبالتالي ده بيبقى مهم انه برضو الدكتور بيسالك على الاعراض لو في اي امراض عضويه موجوده تانية، عشان برضو ده بيبقى جزء في اختيار الدواء المناسب لكل شخص. وحتى لو الدكتور ما سالش انت برضو يعني ايه تسبق وتقول طبعا ده مهم. برضو نقطه تانية، وهي ان بعض الناس ممكن تسمع، انا سمعت ان الدواء الفلاني ده صاحبتي خدته كانت مكتئبه بقت زي الفل، فرحت على الصيدليه وقلت لهم هاتولي علبتين من ده. ارجوك يا جماعه ما نعملش كده. ليه؟ هو مش مسكن. فبالتالي هو يعني وانا بقول للاسف ان ادويه مضادات الاكتئاب موجوده في الصيدليات من غير روشته او مش مقننه الصرف يعني، واتمنى انها تبقى مقننه الصرف، لكن ادويه الاكتئاب ما تتاخدش الا بعد مراجعه طبيب نفسي. بعض الناس ممكن تقول لي ده انا خدت الدواء الفلاني بقالي 5 ايام ما عمليش حاجه، مع انه صاحبتي بتاخده وبقت زي الفل. ازود الجرعه بقى. طيب انت ده الدواء المناسب ليك؟ معرفش. طب انت اصلا عندك اعراض اكتئاب؟ يعني قريت كده على النت لقيت ان اللي عندي بيقول كذا. طب شفت دكتور؟ لا بقى، ما انا لسه هروح وبتاع. طب تكلفه وبتاع، فانا طب ما تكلفه الدواء ايه؟ وبعدين الحاجه التانية ان هو ممكن يضرني. وغير كده ان انا لقيته 5 ايام وما جابليش نتيجه. طب انت عارف انه لو كان فعلا اتشخصت صح وفعلا عندك اكتئاب، كان لازم بقى تعرف معلومه ان هو اصلا مش هيجيب نتيجه قبل 3 أسابيع مثلا. وما ينفعش تسيبه مره واحده مثلا. وما ينفعش تسيبه مره واحده. فعشان كده اتمنى ان هي ما تبقاش سهله الصرف كده يعني. اجي بقى لاجابه ادويه الجدول، او اللي هي الادويه اللي بيبقى عليها قيود شويه في الصرف. دي مش مضادات الاكتئاب اغلبها ما بيبقاش عليها قيود في الصرف، لانها لا تسبب الادمان، وده برضو معلومه غلط في المجتمع. ادويه الاكتئاب يا جماعه لا تسبب الادمان. في بعض الحالات بيكون في بعض الاشخاص المصابين باكتئاب بيبقى معاهم صعوبه في النوم، بيبقى معاهم بعض اعراض التوتر والقلق، فاحيانا ممكن بيستفيدوا من ان احنا نكتب بعض المهدئات بشكل قصير لمده قصيره محدوده وبنوقفها. دي احيانا بتكون الادويه اللي هي المهدئات، فبتبقى تابعه للجدول، بس عشان كده بيبقى صرفها مقنن بشكل كبير قوي. ليه؟ لانها لو حد استمر عليها
ممكن تسبب إدمان. مش ممكن حد الموضوع يعجبه ويستمر عليها؟ عشان كده ده غلط. اه إنما هي دواء مفيد، بس لازم نبقى عارفين نستخدمه ازاي، لان انت عارف انت بتديه في وقت قد ايه وبتسحبه امتى، وهتديهوله لمدة كام يوم، وهتديهوله بجرعة عاملة ازاي. عشان كده ده مهم ان هو طبعا ما بيتصرفش، ودي حاجة يعني كويس جدا ان هي ما بتتصرفش الا لما بيكون بروشتة ومختومة وليها قيود كبيرة. طيب ليه وصمة العار دي موجودة لسه في مجتمعنا بالرغم من حملات التوعية الشديدة، وان الموضوع ده بتناقش كتير في مسلسلات وأفلام، لسه برضو يعني وصمة العار دي موجودة؟ أفضل بكتير جدا. يعني أنا بس ملاحظتي البسيطة يعني للمجتمع، إحنا في آخر 4 سنين بس، عايز أقول من بعد الكوفيد، من بعد الكورونا بالذات، الوعي عن الطب النفسي مختلف تماما عن قبله. فترة الكوفيد ساهمت إنه ناس كتير يعني أدركت يعني إيه قلق، يعني إيه مخاوف، يعني إيه اهتمامي بصحتي النفسية يبقى مهم. فبدأت بعض الناس كتير تساهم في تتشجع إن هي تروح لطبيب نفسي. الحاجة التانية برضو اللي عايز أقولها إنه التوعية اللي إحنا بنعملها النهاردة دي بتفرق، وحملات التوعية اللي بتتعمل دي كلها بتفرق. فبالتالي هي الوصمة ممكن ما زالت ليها بواقي موجودة، لأن هي من سنين كتيرة فاتت، وكل شوية بنتمنى إنه اللي بيسمعنا النهاردة يسمع جملة من حد تاني بكرة فتتأكد عنده المعلومة أكتر، فيشوف بقى تجربة على أرض الواقع، ده نعرف فلان هو فعلا بياخد دواء كذا وتحسن، أو على الأقل ده ما حصلوش عقم زي ما كانوا بيقولوا اهو، ما انتحرش، ده واحدة صاحبتي حامل وبتاخد الدواء هي يعني وابنها طلع كويس. يعني برضو من الحاجات المغلوطة دايما ان هو انت لو حامل وقفي الدواء فورا. يا جماعة أدوية كتيرة من مضادات الاكتئاب آمنة في الحمل بنسبة كبيرة جدا. فعشان كده ببقى مبسوط باللقاءات اللي زي دي، وانه ده حتما لا بيساهم وبيساعد، ويعني بس على بالذات عن طريق السوشيال ميديا واليوتيوب وكل الوسائل دي عاملة تأثير كبير الحقيقة ممتاز. شك ان عندي اكتئاب والبادجت قليلة، اروح لأخصائي ولا دكتور؟ يعني مع تقديري لكلمة البادجت كتير مش الأمور، برضو أنا مش عايز أحسب إنه الماديات هتبقى هي صاحبة القرار في إن أنا أروح لأخصائي ولا الطبيب، بس خلينا أقول إن البداية مهم إن هي تكون من الدكتور، عشان إن هو يراجع الأعراض ويشخص، وبعدين يوجهني إنه يقول مثلا أنا شايف بناء على تقييم إنه التشخيص الأقرب ممكن يبقى كذا، وبالتالي ممكن كمان الدكتور ما تبقاش زيارة واحدة، ممكن تبقى زيارتين، زي ما قلنا ان هو ممكن ما يقدرش يوصل لتشخيص في اول زيارة. النقطة التانية ان هو ممكن يقول طب انا شايف ان احنا نبدأ بعلاج نفسي كلامي، بالذات لو اعراض الاكتئاب بتكون بسيطة او متوسطة، فبنبدأ بعلاج كلامي وقتها، وده بيبقى بشكل جلسات نفسية اللي هي بتبقى الجلسة حوالي 45 دقيقة، وأحيانا بيكون متوسط من 8 ل 12 جلسة، بمتوسط جلسة كل أسبوع. في الأغلب اللي بيعمل العلاج النفسي الكلامي بيكون الأخصائيين النفسيين، بعض الأطباء ممكن برضو بيكونوا مدربين إن هم يعملوا علاج نفسي كلامي، وبالتالي الدكتور هيوجهني، فممكن يقول لي أنا شايف إن أنت محتاجة علاج نفسي كلامي، فهقول لك مثلا نعمل ده إزاي، أو هيقول لا أنا شايف إن إحنا محتاجين نبدأ دواء دلوقتي، أو برضو ممكن يقول الاثنين، أنا شايف إن إحنا نبدأ دواء ومع بشكل موازي نعمل علاج نفسي كلامي. طيب لو أنا الموضوع صعب عندي خالص، فمثلا عايزة أروح لدكتور مرة أو مرتين، وعايزة إن أنا يعني أحاول إن أنا أعالج نفسي بنفسي، هل مثلا الفيديوز اللي على اليوتيوب ممكن تساعدني إن أنا مساعدة؟ هتساهم بشكل كبير، بس هي مش علاج، فهي مش هتعالجني. ومهم برضو ان انا اروح للدكتور واقول له ده انا دلوقتي هقدر اجي مرتين، او انا البادجت بتاعي كذا، لانه الدكتور برضو مهم انه هيحطه ده في الاعتبار، فبالتالي هيبقى شايف ان هو طب نتصرف ازاي على اساس ده.
طب لا، ده أنا شايف إنه يعني حتى في الممارسة في القطاع الخاص لو هحول، فأنا بالتالي برضو الجلسات النفسية دي بيبقى ليها تكلفة، فبالتالي بيبقى مهم إن أنا برضو بكون عارف طب أنت حابب تبقى مثلا البادجت اللي انت حابب ان انت شايف ان انا اقدر اكون مستمر واقدر اكون محافظ على ان انا اكمل من 8 ل 12 جلسة، وبالتالي ترشيحات الدكتور هتكون في الشكل ده. طيب امتى تقدر تصارح المريض بان هو عنده اكتئاب او مشاكل معينة؟ اول مرة بيكون اكثرها سمع اكثر ما منه حكم او تشخيص او ان الدكتور يدي فيدباك. تاني مرة ممكن انه يبدأ الصورة توضح شوية، ولكن هيبقى مهم ان برضو اشرح وافهم للمريض ايه بالظبط تفسيري للصعوبات اللي عندك دي، ايه بالظبط تفسيري للي بيحصل ده، وانا شايف انه اسمه ايه تشخيصه، وانا شايف ان ده ممكن حله يبقى في خلال ايه. فعلى الاقل من المرة الزيارة التانية او التالتة بتبدأ الرؤية توضح، وبنبدأ نوجه المريض نقول له انا شايف انه الحلول ممكن تبقى ده او ده او ده. طيب حابب توجه أي كلمة أخيرة لشخص بيعاني من الاكتئاب؟ الحقيقة إن إحنا كلنا ممكن نكون في أوقات بنمر باكتئاب، وأكتر حد عارف إذا كنت بمر باكتئاب هو أنا. فأنت الوحيد اللي مطلوب منك إن أنت تبقى مصدق في مشاعرك وفي أفكارك وفي التجربة اللي أنت بتمر بيها. أرجو إنك أنت بنفسك تبقى مصدق إنك حقك إنك تتعالج وتطلب المساعدة، وأكد لك إنه في حلول، وأكد إنه في أشكال مختلفة كمان للحلول، سواء كانت علاجات دوائية سواء كانت علاجات نفسية. وكل يوم الطب النفسي وعلم النفس بيتطور وبيتقدم، وبيكون في وسائل متطورة ومفيدة أكتر من زمان بكتير. أنا بشكرك جدا دكتور أحمد على تلبية الدعوة وعلى المعلومات القيمة اللي أضفتها لنا. استنونا في حلقة جديدة من أسير.